في يوم الجمعة الماضي صعد خطيب الجامع في إحدى جوامع جنوب المملكة العربية السعودية وتحديدا في بل الأسمر. صعد الخطيب نفع الله بعلمه وجزاه الله خير الجزاء، فذكر في خطبته قصة عجيبة غريبة تتجلى في هذه القصة حقيقة أن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. تتجلى في هذه القصة حقيقة أن المستحيل أمام قدرة الله سهل يسير. والجميل في هذه القصة أن صاحب القصة موجود في الجامع يستمع إلى الخطيب. أذكر لكم القصة باختصار. رجل من أهل بل الأسمر شعر ببعض الآلام، ذهب إلى مستشفى بل الأسمر، أجرى فحوصات وتحاليل وأشعة، قالوا له معك ورم سرطاني في الدماغ، حماني الله وإياكم وجميع المسلمين من هذا الداء ومن كل داء، قولوا آمين اللهم آمين. يقول نزل علي الخبر كالصاعقة، لكني رضيت بقضاء الله وقدره، حمدت الله على كل حال. ذهبت إلى مستشفى أبها الخاص، أعدت الأشعة، أكدوا لي الحالة. ذهبت إلى مستشفى عسير، أعدت الأشعة، أكدوا لي الحالة وحددوا مكانه وقالوا لي إنه موقعه خطير، مكانه خطير، وأي محاولة في هذا الورم قد تؤدي للوفاة، والأعمار بيد الله. ضاقت علي الأرض بما رحبت، لكني حمدت الله على كل حال. يقول حجزت إلى الرياض أبي أتأكد، وأنا في الطائرة مر أمامي شريط الذكريات، أمي، أبوي، أبنائي، بناتي، زوجتي، إخواني، أخواتي، عائلتي، أصدقائي، زملائي، تفاصيل حياتي. هكذا يطوى هذا الملف، هكذا بلمح البصر. لا إله إلا الله. أنظر إلى ركاب الطائرة يميني ويساري، أقول لا إله إلا الله، سبحان الله، ميت بين أحياء وهم لا يشعرون. وصلت إلى الرياض، سويت الأشعة، أكدوا لي الحالة. رجعت إلى بل الأسمر، تعلقت بالله، يعني خشوع وخضوع ودعاء وابتهال وانكسار بين يدي الله. أخذت أردد كثيرا دعاء وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أردد دعاء ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أردده كثيرا. أردد دعاء الكرب كثيرا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب. يقول أردده كثيرا. دخل علينا شهر رمضان، وكنت أنتظر رمضان بفارغ الصبر ليكون لي مع الله شأن في العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول لما دخل رمضان جعلت الجامع بيتي، أجلس فيه أكثر مما أجلس في بيتي. ويقول ختمت القرآن في رمضان، ختمت القرآن 30 ختمة، مستشعرا أن القرآن شفاء. دخلت العشر فاعتكفت في الجامع. ويقول يعني ازددت طاعة وقربا من الله سبحانه وتعالى. وفي ليلة 27 لما خرج المصلون من صلاة التراويح بقيت في الجامع أصلي وأدعو وأبتهل وأتضرع. قبل القيام بفترة قصيرة يقول سجدت سجدة طويلة اختلط فيها الخضوع بالخشوع بالدموع بالبكاء بالابتهال بالانكسار. يا رب ارحم ضعفي، يا رب ارحم ضعفي، يا رب ارحم ضعفي، يا رب اجبر كسري، يا رب اشفني من مرضي، يا رب ما لي إلا أنت، يا رب أغلقت في وجه جميع الأبواب وبابك مفتوح، ارحمني برحمتك يا الله يا الله يا الله. يقول صلينا صلاة القيام، انتهت العشر، صلينا العيد وأنا مشغول في حالتي. يقول بعد العيد رأيت رؤيا عجيبة. ذهبت إلى أحد المفسرين الثقات، قال أنت مريض؟ قلت نعم. قال هذه بشارة من الله، إن صدقت الرؤيا بشارة من الله نزول شفاؤك من مرضك. يقول بكيت وسجدت بين يدي الله سجود شكر. ذهبت، كان لي موعد في الرياض، عدت الأشعة. يقول الأشعة القديمة، الأشعة الجديدة أمام الدكتور. وقف الدكتور واقف وهو مذهول، ينظر إلى الأشعة وينظر إلي. مستحيل مستحيل مستحيل. قلت وش اللي مستحيل يا دكتور؟ علما خبرني. قال لا يوجد أي أثر للورم. بكيت، سجدت في العيادة سجود شكر. قال أنت وش مسوي؟ قلت والله يا دكتور ما سويت شيء، والله سويت شيء واحد بس. قال وش سويت؟ قال نقلت ملف قضيتي من الأرض إلى السماء، هذا اللي سويت.
لا إله إلا الله. قال نعيد الأشعة، أعاد مرة ومرتين وثلاث، قال ما يوجد أي أثر للورم. إنه الله سبحانه وتعالى ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أنصح نفسي وأنصحكم يا أصحاب الهموم والغموم، يا أصحاب الحاجات، يا من أغلقت في وجوهكم الأبواب، عندكم الثلث الأخير من الليل، تضرعوا بين يدي الله، انثروا همومكم.